بيبتدي الفيلم على كوكب الأرض اللي بقى كله زبالة ومفيش مكان الناس تعرف تعيش فيه، وحتى الشمس بقى ضوءها ضعيف والدنيا بايظة خالص. وبنشوف وولي الروبوت اللي باين عليه إصدار مش حديث، وهو ماشي بين أكوام الزبالة عمال ياخدهم ويحطهم جوه الصندوق اللي في بطنه ويحولهم لمكعبات وبيرصهم تاني فوق بعض. وهي دي مهمة وولي، بيعمل مكعبات زبالة. لما بيخلص وولي بيمشي من المكان وبيمشي على جورنان، فبيقرا فيه ان الارض اتملت زبالة وده خطر بيهدد البشرية. وبيطلع بعدها اعلانات عن الروبوتات هتخلص الكوكب من الزبالة زي وولي وكده. بعدها بيظهر اعلان عن سفينة فضاء بتاخد الناس عشان تطلعهم الفضاء بعيد عن زبالة الكوكب. بيقعد الناس فيها مرتاحين وبيتعمل لهم مساج وعايشين حياتهم احلى عيشة. وده السبب بقى ان الارض بقى كوكب مهجور وويلي عايش لوحده. وبيسيب ويلي كل الكلام ده وبيرجع بيته اللي هي عربية زبالة، وبيطلع كل الحاجات اللي لماها من الزبالة اللي في الشوارع زي شوكة بلاستيك ومكعب بتاع العباقرة. وبنشوف ويلي مقسم العربية لرفوف، واي حاجة بيلاقيها بره وبيحس انها مهمة وهتفيده بياخدها معاه العربية. وبيشغل التلفزيون ويقعد حزين قدامه عشان يتفرج عليه لحد ما يشوف الارم ويقول ان في عاصفة كبيرة جاية عليهم، ويدخل الحشرة اللي عايشة بره عشان تستخبى معاه. وبيروح في النوم بعدها قدام التلفزيون، وتاني يوم اما بيصحى بيلاقي انه فقد طاقة كبيرة ولازم يشحن نفسه في الشمس. ولما يفتح باب العربية ويطلع بيدوس على الحشرة من غير ما يقصد، فبيترعب ويفكر ان هو اذاها. فبنلاقي ان الحشرة تمام ومحصلهاش حاجة، فبيروح يقعد في الشمس عشان يشحن بطاريته اللي بتشتحن بالطاقة الشمسية. وبعدها يفضل يدور في الزبالة على اي حاجة وبيحولها لمكعبات. بيلاقي خاتم دهب محطوط في علبة، فبيرمي الخاتم وبيحتفظ بالعلبة. واخيرا بيلاقي زرعة خضرة طالعة في نص الزبالة، فبيشيلها بالراحة من الارض ويحطها في الشنطة بتاعته. ويقرر انه لما يرجع هيبقى يزرعها عشان تسليه. بيرجع ويلي بعد ما يخلص تدوير وتحويل الزبالة لمكعبات، بيصطدم بيلاقي في علامة ليزر حمراء على بيته. بيجري شبه المجانين وراها، وبيلاقي ان العلامة عمالة تتحرك وماشية في المكان كله لحد ما بتثبت على الارض. فبيروح وولي ويقف عليها، وبتنزل مركب فضائية قدامه عشان ينزل منها روبوت شكله مختلف ومتطور عن وولي. واول ما بيشوفه وولي بيترعب وبيهرب، فبيقف ورا صخرة. تيجي السفينة اللي جابت الروبوت وبتسيبه لوحده في نص الزبالة. ولما بيسمع الروبوت صوت جاي من ورا الصخرة فبيضربها فبيتدمر، لكن ما بيحصلش لوولي حاجة. وبيروح الروبوت الجديد عشان يفحصه، فبيعرف ان وولي أليف ومش هيعمل اي مشاكل، فبيسيبه ويكمل فحص لأي حاجة موجودة في المكان. وبيمشي وولي وراه وهو مرعوب، فبيلاقي الروبوت اتسحب في مغناطيس كان بيشيل مكعبات الزبالة زمان. فبيقدر الروبوت انه يدمر المغناطيس وينزل منه ويكمل طريقه عادي. وبيكلمه الروبوت الجديد وبيقوله انه واحدة اسمها ويس. وبيقول ويلي ان الفراغ العاطفي اللي حياتي هيتملي ولا حد عايش معاه. وبيشوف ويلي في تنبيه ان في عاصفة جديدة هتهجم عليهم، وبيمسك ايد وبيهرب معاه لحد ما يوصلها البيت بتاعه. وهناك بيفضل يفرجها على الاضواء اللي هو عاملها وبيطلع مكعب عشان تاخده تحله في ثواني. وبعدها بيشغل التلفزيون فبيشوفوا الناس بترقص. بيفضل ويلي يقلد الناس اللي كانت بترقص على التلفزيون وهو مبسوط، وبيعمل حركات عبيطة وبتحاول ايفن انها تقلده وترقص زيه. بس تفضل تخبط في العربية لحد ما كل الرفوف كانت هتقع على الأرض، وبتقرر انها توقف تقليده عشان الوضع كده بقى محرج. وبيروح بعدها وولي عشان يوريها ازاي ممكن تلف وهي في مكانها. ولما بتقرر انها تقلده بتفضل تلف بسرعة كبيرة لحد ما توقعه هو شخصيا. بس طبعا عشان هو وحيد ومش لاقي حد يعبره بيكون مبسوط وعلى قلبه زي العسل. بعدها بيقرب منها وولي وبيحاول يمسك ايديها بس بتبعد عنه عشان يقلق، وبيبقى مش فاهم ايه اللي حصل، مع ان الناس على التلفزيون بتمسك ايد بعض عادي. وعشان يبهرها بيطلع الزرعة اللي كان لها قبل كده واحتفظ بيها. ولما بتشوفها ايف وتمسحها تأكد انها لسه حية علشان تفضل تلون باللون الاخضر وتاخد الزرعة جواها وتقفل برنامجها. بس طبعا ويلي بيتصدم من اللي حصل وبيقرر انه يفوقها تاني، وبيربطها بانوار من اللي كان عاملها. وبيطلع يقعد معاها على العربية ويحفروا اسمهم هما الاتنين جوه قلب. بس الرومانسية دي مش بتقومها، بياخدها وبيعرضها للشمس زيه فبس من غير اي فايدة، وبتفضل تدي فلاش باللون الاخضر. وبيقرر ويلي انه يقعد جنبها لحد ما يشوف ايه اللي هيحصل. وبتفضل تعدي الايام من غير اي حاجة ولا بتتحرك ايف ولا حاجة. وعلى الرغم من الصعوبات اللي بيتعرض لها ويلي زي ما انه بيتصاعق
مش بيرضى يبعد عنها أبدا، لحد ما في يوم بييأس من الوضع وبيقرر انه ينزل من جنبها ويفضل يعمل مكعبات زبالة تاني، بس المرة دي وهو زعلان. وهو شغال بيشوف ضوء جاي من بعيد، بس لما بيركز فيه شوية بيكتشف انها المركب الفضائية اللي نزلت ايف، وبيشوفها رايحة عشان تاخد ايف تاني، وبيجري ويقلب أقصى سرعة عشان يلحقها أو على الأقل يروح معاها المكان اللي هتروحه. بس لما بيوصل بيكون المركب اتقفلت وهتغادر الأرض، فبيمسك فيها وولي في آخر لحظة. بيفضل يطلع على السلم الخارجي للمركب لحد ما يشوف ايف قاعدة جوه، وبيلاقي المركب طالعة برا كوكب الأرض، بس مش بيهمه عشان هو بيحب ايف ويفضل يوريها الفضاء ويقولها شايفة الدنيا من هنا حلوة ازاي، بس مش بترد عليه عشان هي لسه برضه مش صاحية وعمالة تدي نفس العلامة الخضراء. وبيستغل وولي الموقف عشان يشحن نفسه من الشمس اللي قدامه على طول. وبتوصل المركب أخيرا للمكان اللي كانت رايحاه اللي هو السفينة الفضائية، فبيشوف وولي ان فيه روبوتات كتير جدا، وبيجي روبوت منه ينزل ايف من المركب ويفضل يفحصها عشان يشوف فيها نسبة تلوث من كوكب قد ايه، ويلاقي 16. فبيفضل ينضفها، وبيروح وولي عشان يقول لروبوت ايدك بس من عليها عشان دي تخصني، بس بيفحصوا الروبوت برضو ويلاقي ان نسبة التلوث 100%. وقبل ما يلمس وولي بيسيبه ويفضل ماشي ورا ايف اللي متشال على القطر ماشي في المكان دوت. بيجري وراه الروبوت عشان يفضل ينضف الخط الملوث اللي سابه وراه. والأول مرة في الفيلم بنشوف بشر بس مش ماشيين، قاعدين على كراسي بتتحرك بيهم في السفينة الفضائية، وكل البشر لابسين نفس اللبس هو اللون الأحمر وعمالين ياكلوا ويشربوا من غير توقف. بنشوف ان في اتنين ماشيين جنب بعض وبيكلموا بعض فيديو كول بدل ما يلفوا ويتكلموا. ده غير الناس ان وزنهم كبير جدا، وبيكون في اعلانات في كل مكان بتخلي الناس تطلب اكل اكتر وتاكل اكتر من غير ما نفهم ايه الغرض بالظبط، ايه الغرض من المكان ده وليه الناس دي بتتصرف كده. وبيمشي وولي جنب واحد قاعد ورا الشاشة بتاعته على الكرسي وبيشرب، وبيحاول يدي الكوباية لوولي اللي بيبعد عنه، وبيسيب الراجل يقع على الارض. وطبعا عشان الراجل ده تخين مش بيقدر يقوم من مكانه، وبيروح لوولي عشان يسنده ويرجعه تاني على الكرسي بتاعه، وبيسيبه ويكمل ماشي ورا ايف. وبيروح لواحدة قاعدة على كرسي برضه مش بتعمل اي حاجة غير انها مركزة في الشاشة، وبيحاول انه يكلمها بس من غير فايدة عشان يلمس الشاشة اللي هي بتتفرج عليها. ولما تختفي الشاشة بتتفاجئ الست وتفضل تبص حواليها كأنها أول مرة تيجي هنا، لحد ما بيشوف ان القطر واخدها واقف في محطة غريبة وبتنزل منه عشان يفحصها الروبوت تاني اسمه اوتو. بعد ما يخلص فحص بيتصل بالكابتن بتاع المركب، وبنشوف على الشاشة كل الكباتن، بس الحاجة الوحيدة المشتركة بينهم ان كلهم تخن زيادة عن اللزوم. وبيروح كابتن منهم عشان يرفع السماعة وبيقول كل الناس تركز عشان عايز يقول اعلان مهم. بيقولوا من النهاردة الرقم 700 على المركب بعيد عن الارض اللي سابوها وهي بتنهار، بس فضلوا يبعتوا روبوتس عشان تتأكد ان مفيش اي نوع من انواع الحياة هناك، وان الخطة لو اي شكل من الحياة ظهر هيرجعوا. وبيقولوا من اختبار العينة طلع ايجابي، وان ايف لقت نبات حي على الارض. بيشتغل بعدها رسالة من الرئيس بيقول لهم فيها ان ده الوقت اللي هيرجعوا فيه للارض تاني، وفي بروتوكول لازم الكابتن يمشي عليه عشان يحافظ على النبات اللي جاي من الارض. وبيمسك الكابتن البروتوكول وبيقول له اوتو هات لي النبات من ايف، بس لما بيبص بيشوف ما بيلاقيش نبات ولا حاجة، وبيتجنن وولي عشان هو اللي اداها النبات بايده. وبيقول للكباتن بعدها خلاص كله يهدى، كان انذار غلط ومفيش اي نباتات ولا حاجة، واحنا هنكمل هنا زي ما احنا لحد اشعار تاني. بيقول له اوتو خد ايف حطها مع الروبوتس اللي عايزة تتصلح. ولما بيلاقيها وولي هتبعد تاني بيروح يسلم على الكابتن، فبيلاقي ايده كلها تراب، فبيقول له اوتو خد ده كمان معاك نضفه. بيروحوا الاتنين لمكان فيه روبوتات، وبياخد شوية روبوتات ايف عشان ينضفوها، بس لما بيشوف وولي المنظر بيفتكر انهم هيأذوها، فبياخد دراعه ويضرب بيه الروبوتات وبيحررها منهم. وبتنبسط كل الروبوتس اللي كانوا محطوطين عشان يتصلحوا، وبيهربوا معاهم من المكان وهما شايلين وولي على دماغهم عشان ده هو اللي حررهم. وبتاخد بعدها ايف دراعها تاني، وبيطلع الكابتن تحذير على كل الشاشات ان المركب عليها روبوت عنيف، وبيحطوا صورة ايف وولي عشان الناس تتعرف عليهم. انت مالكش دعوة بكل اللي بيحصل ده ومكانك الارض، روح انت في الكبسولة وسيبني انا هتعامل مع الوضع هنا. بس بيرفض وولي وبيجري معاها عشان يستخبى. هناك بيشوف ان هناك روبوت مع الزرعة وبيحطها في الكبسولة، ولما بيجري وولي عشان يرجع الزرعة تاني بتنطلق الكبسولة ناحية الارض، وبتطلع ايف وراه وتحاول تلحقه، بس بيفضل وولي يلعب في زراير الكبسولة لحد ما يفجرها ويطلع منها سليم. وبتنبسط ايف لما تشوفه بياخدها بالحضن، وكمان بيوراها انه حافظ على الزرعة اللي هي الدليل الوحيد على وجود حياة على الارض.
بس دلوقتي احنا عرفنا ان في روبوتس مش عايزين الناس تعرف ان الحقيقه ديت، وبتاخد ايه في الزرعه وبترجع بقى للكابتن اللي بيصدقها المره دي. بس لما بيشوف الكاميرات بيلاقي ان الارض كلها زباله لسه، مش زي ما كان فاكر، هو يلاقيها كلها اكل وزرع. بيقول اوتو احنا لازم نرجع الارض عشان كده في امل البشريه. بس بيعترض اوتو على الفكره وبيقول ان الارض لسه مش مستعده للبشر. وبيشغل اوتو فيديو للرئيس بيقول فيه ان عمليه التطهير على الارض فشلت، وان لازم كل البشر لازم يعيشوا في الفضاء الباقي منهم. بس الكابتن مش بيقتنع لحد ما بيدخل الروبوت صغير فبياخد الزرعه من ايده وبيرميها. بس المره دي بتقع على راس وولي اللي وصل المكان فبيلحقها وبيحاول يفهم اللي حصل. بيحاول اوتو ياخد منه الزرعه لحد ما يعرف ياخدها، بياخده هو وايف عشان يرميه في الزباله. بس قبل ما يتقفل عليهم الباب بيجري واحد من الروبوتس اللي كان عايز يتصلح، وولي انقذه عشان يمسكهم وبيتلحقوا. بعدها بتشوف ايف وولي فبتقول ان هو محتاج بطاريه، فبتفضل تمسح الزباله لحد ما تلاقي البطاريه تنفعه وبترجع بيها عشان تديها له. وبيطلع هو الزرعه عشان يديها لها بس بترميها بعيد وتقول له المهم دلوقتي ان انت تتصلح. بعد ما بيقوم مولي بتاخده معاه ومش عارف هو مين بسبب الجزء اللي اتغير فيه، وبيطير معاه هو والزرعه وباقي جيشه عشان تفضل تلف حوالين المركب الفضائيه ولحد ما يشوفهم اوتو ويقول لكل روبوت ان مهمتهم ان هما يقضوا عليهم. وبيكلم الكابتن مع وولي وايف وبيقول لهم لازم يوصلوا الزرعه دي لمكان على المركب اللي متجمع فيه الناس. ولما بتقرب من المكان بتلاقي اوتو مجمع جيش الروبوت بتاعهم وبيحاول يعطلهم، وبيحصل بينهم حرب لحد ما يستغل الكابتن ان اوتو مشغول ويحول المركب للقياده المانوال ويصحي الناس كلها. بعد ما شال من قدامهم الشاشه ولما يعرفوا ان املهم هو رجوع الارض هي الزرعه دي، واللي بيتحد عشان يتحدوا يحطوا الزرعه دي في مكانها تاني علشان ينور المكان. وبيبعت الكمبيوتر البيانات اللي السفينه قدامها 10 ثواني وهتنزل على الارض، وبتجري السفينه باقصى سرعتها لحد ما ترجع الارض تاني. وبسرعه تاخد ايف وولي عربيه الزباله بتاعته وتفضل تشحنه وتحاول تخليه يفتكرها بس من غير فايده، وتشغله التلفزيون على الموسيقى اللي بيحبها وتمسك ايده بس بيسيب ايدها ويمشي وبيدوس في دراع على الحشره من غير ما يحس باي مشكله. ولما بتيأس ايف من كل المحاولات بتمشي وراه لحد ما تمسك ايده وتبوسه، ولما تسيبه وتمشي بتلاقيه ماسك في ايدها ومش عايز يسيبها عشان تلفله، وبتلاقيه بيقول لها ايف، وبتفضل ترجع ذاكرته واحده واحده. وبكده يكون الروبوت الوحيد اللي كان عايش على الارض لقى الطبطبه، وانت لسه قاعد بتتفرج علينا ومش لاقي حد يطبطب عليك. وبنلاقي بعدها كوكب الارض بقى لونه اخضر بعد ما الناس زرعته ورجعت اهتمت بيه من تاني. بس كده بيخلص الفيلم النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.